يا ربي الملك يا ربي الملك والأمر لك ما أعدلك يا رب يا رب. يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. في فضل الذكر وما له عند الله تعالى من جزيل الثواب، روى الترمذي وأحمد أنه عليه الصلاة والسلام عندما سئل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. فإذا انقضى مجلس الذكر فأهله بعد ذلك أقسام، فمنهم من يرجع إلى ما كان يفعله فلا يستفيد بما سمعه في هذا المجلس، فلا يزداد هدى ولا يرتدع عن ردى، وهؤلاء يكون ما سمعوه حجة عليهم، ولا يرتدع عن ردى أي لا يرجع عما فيه. وفيهم أيضا يقول سبحانه ما جاء في سورة النحل الآية 108: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ومنهم أيضا من ينتفع بما سمعه، وهؤلاء أقسام ودرجات. إنهم أقسام ودرجات لأن منهم من يرده ما سمعه عن المحرمات ويوجب عليه الالتزام بالواجبات، وهؤلاء هم أصحاب اليمين. ومنهم من يزيد على ذلك بالإكثار من نوافل الطاعات والتورع عن أصغر المكروهات تشبها بالسلف الصالح، وهؤلاء هم السابقون المقربون. والذين يعملون بما جاء في مجالس الذكر ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم يشتغل بمصالح دنياهم المباحة فتغفل قلوبهم عما كانوا يجدونه في هذا المجلس من استحضار لعظمة الله وجلال ثوابه. وفي ذلك جاء في صحيح مسلم عن حنظلة رضي الله عنه عندما ذكر للرسول الكريم أنهم حين ينصرفون من مجلسه ينسون كثيرا بانشغالهم بأمور دنياهم، فكان إجابة الرسول الرحيم قال: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. ذلك أن استحضار الذكر في جميع الأحوال لا يقدر عليه أكثر الناس، فيكتفي منهم بالذكر أحيانا، وإن وقعت الغفلة عنه في حال الانشغال بمصالح الدنيا المباحة وسعي الرزق في دين الإسلام فرض واجب، فيعوض ذلك في وقت فراغه حتى لا تلهيه الدنيا عما يجب عليه من ذكر لربه. يا